يا عم انت عايز مني ايه يا عم؟ انا اول مره في حياتي اشوف لعيبه بقول له ايه الجون الجميل ده، ايه الحلاوه دي، ايه الشياكه دي، وفي نفس الوقت ابقى عايز اشخر له. طب ضيع اخر كره في الماتش، كره سهله قوي، حطها فوق شويه، في نسها فوق، اعمل كده فوق شويه يلا. بس على راي زهير امري لما اتسال بعد الماتش قال لهم يعني الجول الاولاني دخلناه في نفسنا، والجول الثاني كان عندنا واحد مصاب وبره، فعشان كده لبسنا جونين. بس اوفرول يعني انت فاهم لويس انريكي كان بيلعب ببودله البودله يعني. بس في نفس الوقت برضه انا متضايق ان انا كل شويه ده ماتش تاني ماتش نخسره في الدوري ورا بعض. يعني احنا كسبنا الدوري انا عارف، بس برضه الموضوع مش حلو، شكلنا مش كيوت يعني. زي ما انت شايف كده هي دي اللعيبه اللي لعبت النهارده وخسرت 2-1. يعني الدنيا ما كانتش فيها مشكله، ما كانش في واحد اساسي مثلا غير جوني فيس يعني، فتمام يعني. وعلى الناحيه الثانيه بقى انا مش فاهم انت بتعمل ايه، يعني انا مش فاهم انت بتفكر في انك تلعب الماتش بالخطه دي. انا حقيقي مش فاهمك يعني. هل انت مش مقدرنا خصم؟ طب انت مش مقدرنا اقوياء؟ طيب انت مش خايف مننا؟ طب يعني ولا انت شايف انت بتعمل ايه يعني؟ انت نازل بالقايمه الاساسيه كلها اول، انت عبيط يلا ولا ايه؟